يعني واكيد الكابت ده هو اللي خلى الناس يعني تفكيرهم يروح الناحيه التانية. يعني الكابت ده خلاهم طيب ماشي، ده طالع معاها يبقى دول طالعين يعملوا حاجه غلط. طب ليه مش طالعين قاعدين عادي جدا؟ ما هو المجتمع فشخ الدنيا، فشخها ان هو خلاها ولا عارف ان انت تسيب كل واحد يعمل اللي هو عايزه هو بقى ونصيبه عند ربنا فوق، ولا عارف تقفلها وتحكمها، ولو جيت تحكمها مش هتعرف تحكمها، دي ملهاش حل. ليبيدو، تعرف يعني ايه؟ مازن شاب مصري عنده 20 سنة، وزي أي شاب مصري عاوز ينام مع واحدة ومش عارف. ليه مش عارف؟ هبدأ الحوار من الأول. مازن وهو صغير زي أي طفل كان بيستكشف نفسه بنفسه. بعد كده كبر شوية وابتدى يسأل بابا وماما عن الحاجات اللي بيشوفها في التلفزيون، وبابا وماما طبعا ردوا وقالوا عيب، حرام، ايه ده؟ يا نهار فاكينج ابيض. انا مش هتكلم في الحاجات دي. فمازن فهم إن دي حاجة ما ينفعش نتكلم فيها، زي ما كلنا مش عارفين نتكلم فيها واحنا مش محرجين. دخل مازن المدرسة ووصل تالتة إعدادي، وطبعا المدرس ما كانش عايز يشرح الدرس، مستر الست عندها بلبل. انا مش هدرس الكلام ده. فمازن ما فهمش أي حاجة عن الجنس، مازن عمره ما هيعرف، مازن عمره ما هيعرف. بس اتعلمه بأساليب تانية. ومن هنا ابتدت حياة مازن الجنسية، حياته الجنسية مع اللابتوب. ليه مازن وكل المجتمع المصري بقوا كده؟ عشان ما ينفعش ينام مع واحدة قبل ما يتجوز. عاداتنا وتقاليدنا بتقول كده، صح؟ أهم حاجة إنه ما يعملش الحاجة الغلط. أهم حاجة رأي الناس. أهم حاجة المجتمع. سكس اديوكيشن، الثقافة الجنسية. انا امي اتكلمت معايا كذا مره في الكلام ده، بس كله بطريقه اندايركت. بطريقه يعني ممكن اتكلم مع صاحبتي اكتر، بس ما اتكلمش مع مامي يعني. عمرنا ما خدنا الموضوع ده في المدرسه خالص يعني. يعني انا شايفه ان هو انا استفدت بيه عشان درسته في مدرسه، عشان غير كده ما اعرفش لو كان هيبقى عندي تشانس ان انا اعرف حاجات عنه ولا لا يعني. لا هو المدرس قال لك مش هينفع. هو جه لما نتكلم قال لك الحاجات دي بتجيب ايدز للناس اللي هم يعني كان كل حد معايا كوندوم، وكنا يعني بنشوف ازاي بنستعملهم، ازاي يعني هو اصلا الماتيريال بتاعه عامل ازاي. فاتولد فينا ان لا دي سيره عيب، اللي هو انت قليل الادب ما تتكلمش في حاجه دي. السبجكت ده بالذات ما ندخلش جواه. طب ما لازم ابقى عارفه. statistics، ارقام وحاجات كده. أنا كده واقف مكاني ولا إيه؟ كده تمام؟ المفترض إن الواحد ما يعملش كده قبل الجواز. عاداتنا وتقاليدنا بتقول كده. طيب 95% من رجالة العالم بيمارسوا العادة السرية، و89% من البنات. على جوجل احنا تاني بلد من اكتر 10 بلاد في العالم بتعمل سيرش على كلمة سكس. 50% من ستات مصر بيواجهوا تحرش جنسي يوميا في الشارع، و60% من رجالة مصر اعترفوا انهم اتحرشوا بالستات. اكتر من 90% من شعب مصر عنده جهل جنسي، و90% من الطلاق بسبب عدم التوافق الجنسي. ماستربيشن، العادة السرية. طبعا عشان احنا الجيل اللي اتربى بالانترنت، فالافلام السكس سهله قوي تتجاب، والموضوع اتحول لادمان عند الشباب شويه. اكيد كل شاب جاله الشيطان ليه كده يا يوسف. ايوه يا عم انت عايز ايه يعني؟ لو انا ما عملتش كده مع حد، طب ما انا ممكن اعمل كده لوحدي، ممكن اخش حمام كده لوحدي، ممكن اتفرج على حاجه واعمل لوحدي، ما حدش يعرف. هو يعرفه منين؟ ايوه اكيد كل شاب. في ناس عندهم ده احسن، يعني يقول لك انا ما اتذللش لوحدها، فاهم، وانا مع نفسي. ما هو البنات اللي بتعمل كده لوحدها او الولاد اللي بتعمل كده لوحدها مش بيكونوا قادرين يعملوا كده مع حد. مفيش بنت تقريبا ما شافتش سكس. مفيش بنت ما بتتفرجش على سكس. بس مش هقول اكتر من كده يا حاج يوسف. تحط السماعه كده تروح مشغل فيلم. والموضوع ليه طقوس، مش مجرد اداء واجب.
خلاص انت عارف انك انت دلوقتي حالا هتقعد تشغل فيلم وتضرب 10. كل شاب بقى عنده علاقة جنسية مع اللابتوب بتاعه. سكس، الجنس. دلوقتي فرويد قال ان كل حاجة ليها علاقة بالجنس. فرويد يا ولاد ده كان باحث نمساوي قديم وهو الاب. بيقول كلام كتير فشخ ملوش معنى. صح؟ لازم تمسك نفسك وتصبر وتطلعها في اي حاجه. يعني انا شايف ان الشهوه دي ان انت ممكن تقدر تمسك نفسك فعلا، لو انت عايز تعمل كده هتعمل. لا، نروح ننام مع بعض الاحسن. اصل ثانيه واحده، طب ما هو انا اما اتفرج على فيلم سكس، طب ما انا بعمل حاجه غلط. ما ده احساس جواك، فلازم تعوضه، لازم تملى الميتر اللي عندك ده، السكشوال ميتر اللي عندك لازم تملاه حسب بقى المعدل اللي متيسر لك. طبيعي زي ما انت قلت، اي حد عنده sexual needs، واي حد لو ما قالكش كده هيبقى كذاب. يعني مش زي الاكل، مش زي الشرب. طب ما هو انت ربنا خلقك بالاحتياج ده اوريدي، يعني انت كده كده جعان وعطشان وهيجان. دي الحاجه الوحيده اللي الواحد ما بيزهقش منها تقريبا. يعني لو من الاخر لو ما عملتش كده مش هتموت. يعني انت اجتماعيا غلط، دينا حرام. لكن لو احنا اصلا الفكره دي عندنا متاحه عامه، يعني مفيش مشاكل في مجتمعنا، ما كانش يبقى عندنا احنا عندنا نقص. suggested solutions، الحلول المقترحة. دلوقتي يا مازن اللي هيقوله لك انك تلعب رياضة. فرحة نفسك. عاش يا مازن، عاش يا مازن، عاش. نفس. يلا يا مازن عشان مارينا يا مازن. نفس. عشان البنات يا مازن، عاش يا مازن. ثقف نفسك. اجري حسين، اجري حسين. شوف لك هوايات كتير. والحل الأخير صلي. طبعا يا مازن كل الحلول دي هايلة، بس مش هتخلي غريزتك الجنسية تروح. دلوقتي الحلول دي كلها هايلة يا مازن، بس مش هتخلي غريزتك الجنسية تروح. لا، غريزتك دي بتعلق يا جماعة. حد يديني كلمة تانية. طاقتك. طبعا كل الحلول دي هايلة يا مازن. things you don't know، معلومات ما تعرفهاش. في حاجة اسمها الليبيدو. الليبيدو هي الطاقة الجنسية، هي اللي بتخلينا كلنا محتاجين نعمل كده. والطريقة الوحيدة ان الواحد يتخلص من الطاقة الجنسية بتاعته ان هو يشبعها جنسيا، يعني انه يعمل كده. sexual abstinence، التعفف الجنسي. التعفف الجنسي مش اي حد هيقدر عليه، واللي هيقدر يعمل كده يا اما هيبقى بيتفرج على سكس زيك يا مازن، يا اما هيبقى ضحية الاضطراب النفسي والهستيريا. وما اظنش انك عاوز تبقى ضحية الاضطراب النفسي والهستيريا، صح يا مازن؟ هستيريا يا مازن، هستيريا. ما اظنش ان في حد يقدر يتخلص من الليبيدو بتاعه الا بانه يقيم علاقة جنسية، او على الاقل يعط. بس احنا شعبنا عفيف يا مازن، شعبنا محترم يا مازن. شباب يعملوا كده قبل الجواز؟ لا يمكن. في الشارع كمان. احنا شعبنا محترم يا ابني، احنا مش محتاجين نعمل كده. شعبنا عفيف وشريف. لا. اي حد يزنق اي واحده في الشارع وخلاص، او في كبت عايز يخرج وخلاص، فهو ده اللي بوظه المجتمع. كل ما الكبت الجنسي زاد عند الشخص
كل ما هيبقى فيه تراكم طاقة جنسية. زي البركان اللي ساكت 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 وفجأة بوم. كوندوم الواقي الذكري. مازن، انت عارف ايه ده؟ Wet dreams. Wet dreams are a perfectly normal body function, which is nature's way of getting rid of stored up sperm. Therefore, the common belief that intercourse or masturbation are necessary to relieve... مازن بقولك ايه، فكك من كل الكلام ده. بص، ده كوندوم بتستخدمه لما تيجي تنام مع واحدة عشان هي ما تحملش وعشان ما يجيلكش امراض. وبس يا مازن، يلا روح شوف البنت اللي قعدت تلعب جيم وجبت عربيه وجبت هدوم وحطيت برفان وضمنت ان البيت هيكون فاضي يوميها وماما وبابا مش هيكونوا موجودين، واكسب خبره. يلا. كده كله تمام يا مازن، بس ما تعملش حاجه في العربيه، لان ممكن فجاه واحد يطلع لك ويقول لك ايه ده؟ انت ازاي تاخدها في العربيه بالطريقه دي؟ هات فلوس. فيستحسن تاخدها فوق. وطبعا مش دي المشكله الوحيده اللي مازن هيقابلها وهو طالع فوق. كابتن معكش كبريتة؟ الله سعيد. ايه ده؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ دول 3 مليون نجمة ونجمة يا شرباجي بيه، 3 مليون، اوكي. يا ابني يا ابني استغفر الله العظيم. ايه ده؟ هات فلوس. بس حضرتك طالع تعمل ايه؟ ايه ده؟ انتوا طالعين تعملوا ايه فوق؟ انت ازاي يا حق تدخلوا كده؟ مش ممكن. ايه ده؟ وكمان هتمارس الجماع في سرير بابا وماما؟ مش ممكن مش ممكن. انت عمرك ما هتمارس الجماع، فاهم؟ لازم تتجوز. كل ما حياتك الجنسيه بقت احسن، كل ما حياتك عموما هتبقى احسن وهتعرف توصل لاهدافك. يا لهوي، احنا نسينا نتكلم عن البنات. طب والبنات يعملوا ايه؟ فهم يعملوا ايه؟